يحكيوا على تاجر متزوج، راجل مبسوط وعنده برشا رزق وخير خمير، اما ربي مش عاطيه على قد قلبه. مرته جات مش ناس ملاح، مش بنت اصل، ما قعدت له الا على هاك الرزيق هذاك، وماذا بها يموت وتورثوا. وربي مرزقهمش اولاد، ولات خايفه لنهار اللي يمد رجله تخرج هي يد على راسها. قالت له اسمع يا ولدي، احنا ما جبناش ولاد، توا نهار اللي تموت لبعد اهلك وماليك يقلقوني على الرزيق ويخرجوني منه نملز. اكتب لي رزقك قبل ما تموت. لا حشمت، لا ندات، لا قالت حتى بعد عمر طويل، ولا لا ينكبني فيك، ولا لا نحكي على عين مطراه، ولا يجلدك بجلودك، ولا بخيالك خير من كل شيء. أي بدات به كل يوم تجبد له فيها الهدرة هذية وهو يمني فيها، حتى قالت أنا إيش مش نخسر، تيهات نكتبه لها ونتهنى ونربح راحتي. مشى جاب العدول وكتب لها كل ما عنده باسمها، الدار والهنشير والحانوت الفلانية والمخزن الفلاني والسنة الفلانية. اتهنات. عند لول روح باش يفطر، يلقى الباب مسكر. دق، قال شكون؟ قال له حل. قالت له شنحل؟ قال له حل الباب. باب؟ باب دارك هذا؟ اي برا برا مشي على نفسك. عجايب. قالت له ما تكسب معايا حتى شيء. يا بنتي على الشيطان. قالت له كان تكسب معايا حاجة مدك واخذك، وعلى كل حال ما تقلقنيش ياسر، ها هو كان حاكم بيناتنا. قال هيا نمشيو له. ارمات سفساريها على راسها وخرجت معاه. مشاو للمحكمة. بدات تبكي وتصيح وتندب في وجهها، يا سيدي انا غريبة وما عندي والي ومراه ولية، افصلني من هالظالم هذايا، راهو هامل وراهو يغيب عليا بالليلتين والثلاثة، ويدخل يضرب ويخرج يضرب وقاتلني بالشر، وتوا هاو جاي يقول لي اكتب لي رزقك. ما نكتبلوش يا سيدي، شريعة نبيع ماك، طلقني منه. كيفاش؟ قالوا يا ولدي تعمل هالاعمال بتاع مع مرتك. قال له يا سيدي تكذب علي، ما محتاجه حتى شيء، ماكله شاربه لابسه في الخير تخلط، والرزق رزقي جبته انا بذراعي. قالوا له كان مرتك متهنيه معاك هي تطلب الطلاق، وهالرزق هذايا تهاو الكل مكتوب باسمها، كيفاش تكون تاعك؟ يا ولدي الشرع يحكم بالظاهر، انت ظالم، اي طلقها والحبس. ما بيدو ما يعمل مسيكن، سمع لها في الطلقة وخرج. جاء تحت حيط وحط يده على خده وقعد يخمم على حيلات نساء وعلى هباله اللي ماشي يعطي الامان للمرأة. هو هكايا ومتعدي راجل كبير كان صاحب بوه في السابق. يا ولدي قال له تشبيك يدك على خدك وانت تخمم؟ قال له يا بابا اجي نحكي لك على غريبتي، راهي مرتي عملت فيها وعملت والحاكم حكم عليا باش نطلقها ونسلم في كل شيء، وما نجمش نلوم عليه ولا نقول جا معاها ولا كلا عليا الفلوس، على خاطر رزق الكل اعمالي ربي بصيرتي وكتبته لها باسمها، والشرع على كل حال يحكم بالظاهر، ما عندي ما نقول. يا بابا دبر عليا كيفاش نعمل باش نفهم الحاكم ويعرف اللي انا مظلوم. خمم الشايب، خمم ومنها قال له يا ولدي هذه نزلت نساء وما ينجموها الا نساء، امشي لمرت الحاكم اللي يحكم لك في النازله وهي اللي تخلصك.
طيب امشى دق الباب، خرجت له الخديمة، قال لها بربي سلم لي على لله وبوس لي بيدها وقل لها تعمل معروف تقف لي وراء الباب، نحب نحكي لها بقصتي وكيفاش دارت بيا الدواير، راني مظلوم وباطل يزوق منه البقر. خرجت له للسقيفة، وقفت وراء الباب وقالت له لا بأس عليك يا ولدي. شد الساعة بالبكاء عمل تروح، ومنها حكى لها بقصته. بعد ما كمل حكايته قالت له برا جيب لي 4 دلاعات وامشي لسوق الحوت اشري لي 4 حوتات وجيبهم لي. امشى شراهم جابهم. قالت للخادم طلعوا اللي عليه، وقالت له اقعد ثم وتسلط اش مش يجرى. وجدت قاورت هاك الدلاعات هذومك، كل دلاع حط فيها حوته. عند لول جاء الشيخ، قالت له يا سيدي يندرى شكون جاب هذه؟ شنو هذه؟ قالت له ها هدية. قال 4 دلاعات. قال قصنا منهم وحيدة للفطور. هات السكينة يا طفلة. هي شقت الدلاعة وتلقى في وسطها حوتة. عمت نفسها تعجبت، صاحت وطاحت تخدم والعينين تغربت، ومشى وجه الدنيا جا وجه الآخرة. داروا بيها، واحد جاب مفتاح ذكر، واحد يبخ فيها بالماء، والشيخ يقرأ في آيات الكرسي. أي قامت وقالت يا حي من حياني يقتل من قتلني. قال لها يا بنتي هذاك لازم الدلاع زرعوها على شط البحر، خرج الحوت بعض العظم متاعه في النوار، كبرت شي حوته في وسط هاك الدلاع هذاك. أي خلي هذيك، اجبد برجلنا دلاعة أخرى. جبدت الثانية قصتها، خرجت منها حوتك في الأولى. الثالثة كيف كيف، الرابعة بالأمثل. قال ما تعرفش كيفاش، الليلة طيب لنا العشاء كسكسي بالحوت، وهاوك عندك الصفرجل بعثوه لنا من تستور، أي أعمل لنا عشاء باهي من يدك الملاح. هو خرج وهي طيبة كسكسي بالحوت، حطته على جهة، وزاد طيبة كروانة برغل. جاء في الليل، أي هات العشاء، كروانة على الميدة فوقها مكب، هزه يلقاه برغل. شو هذا؟ قالت شنو؟ ما هو كسكي بالحوت. قال له هذا كسكي بالحوت، ترى هو برغل. قالت له هذاك برغل، ترى كسكي بالحوت. يا اخي شبيك؟ اهبلت يا راجل. قال له عجايب، اهبل زاده. انا مش القباحه هذه نجمها، هو مش نعيط لبوك يفصلني منك. لا الله مستانس تقول لي الكلمه هذه. هو خرج وهي هازت كروانة البرغل، خباتها وحط في بقعتها شقالة كسكسي. هي هكايا ورجلها راجع هو ونسيبه. تمكن الشايب بنته يعارك فيها ويسب، ما تحشمش لابعد يا صفتك من نعتك، احنا يخرج علينا هذا، احنا مستانسين، احنا ناس كبار. قالت له يا بابا، وراس بابا مظلومه، الراجل ما نعرفش بيه الليله، بربي هذا شنو؟ وعرات له. قال له كسكي بالحوت. قالت له يا بابا هذاك قال لك برغل. قال له ها عيب عليك الشيخ. قالوا والله توا كان برغل. اي قال ويزي على كل حال، ها هو كسكي بالحوت تو ولا. صلي على النبي واذكر مولاك واقعد تعش على نفسك ولعن الشيطان. اي صباح الخير. خرج في جرته باش يسكر الباب، وهي هزتك شقالة هذيك خباتها وركزت في بقعتها كروانة البرغل. ارجع خلاص البرغل رجع تو، مش كانت شقالة كسكسي. قالت له مال هذاك شنو؟ يا مراه، قال لها مش تهبلني يا مراه، مش تخرجني من عقلي. بدا يعيط ويصيح. طلعتها معها راس بحر،
عندها ولد ترضع فيه، جبدت مخدة وقالت أنا إيش بيني وبينك هالطرف الحم هذايا، هاو ورمات هاك المخدة هذيك في البير. هاو ارتحناش. المسكين يتخيل ولده ترماه في البير، قالوه وزادوه وخرج يجري. امشى جاب لها ابوها واخوتها، دخلوا يلقاوها قاعدة على البنك وحتى ولدها في حجرها ترضع فيه. وش قالت الكسكسي بالحوت على الميدة. دخل هو لول شاف الولد في حجرها قال شنو هذا. داخلوا هما في جرته قالوا انت مش قلت رمات الولد في البير. قامت هي زهقت بالبكاء وقالت له يا بابا يزيني، يا بابا ماني بنيتك وكبيتك، هزني ما تخينيش بعدها الراجل هذا يروه بل مش يقتلني، اذا كانت تخليه الليله راه يقتلني. وشوفوا ها هو كالكسي وباقي يقول لي هو برغل. قال لي وقت اللي سكرت وراك الباب رجعت لقيته برغل. قال هذا يهبل المسكين على مراد الله. خساره خزنه من العلم مشات وتمكنوا به، رماوا عليه اشتيقيه باهيه وحدوه ربطوه في الحيط وهو يصيح وقالوا لها غدوه نجي ونشوفوه. هما خرجوا وهي جابت حطت الميدة قدامه ومشات البيت أخرى سكرت على نفسها وقالت لخديمتها قول للراجل اللي في العلي يهبط يتعشى. أهبط الراجل غسل يديه وسمى بسم الله وقعد يتعشى ويضرب في الحوت ويمشمش فيك الرويصات وعامل كيف، والآخر يخزر. بعد ما كمل العشاء قالت له يا بارة وفي الأمان، والنهار اللي تسمع به رجع للمحكمة أرجع له في نزلتك. وجات لك المغبون مسلسل ومطقوق في الحيط وكواته بكراع العيد ما بين العينين. من غدوة الصباح جاوبوها واخوتها يطلوا عليه قال لهم انتوما اخرجتوا وهي هبطت لي راجل من بيت العلي وتعشى من هاك الكسكسي بالحوت وهذا نخضر. قالوا مسكين تو ولا راجل هبط من العلي زاد. ابصر غدوك شنيا الطلعه الجديده اللي مش يطلع بيتنا بها. هبل مسيكن والهبال قاعد كل نهار يتقوى عليه. يا خسارة العلم متاعه. وخرجوا وخلوه مسلسل يجبد عليها شهر في المعدل. حتى خمم قال هذوما موش مصدقيني، هات نعمل نفسي كنت مهبول بالحق وبريت. من غدوك على الصباح نسيبو جاء نهارك مبروك شنيا احوالك. قال له نهارك سعيد بربي علاش حاطيني فيها الحديد. قال له ماك مريض. قالوا لا بس والحمد لله ما عندي شيء. قال مو على خاطر نزلت الكسكسي بالحوت والبرغل والراجل اللي هبط من بيت العلي. قال له ما في علميش ما في شيء. قال له موش مرتك رمات الولد في البيره. قال له علاش مرتي ترمي الولد في البيره؟ هي مهبوله تقتل ولدها، مرتي عاقله يرحم الولد من ربه. قالوا هاي الحمد لله هاو براه. وحلوا له الحديد خرج مشى الحمام. من غدوك اصبح في المحكمه. في الحين سمع الراجل مشى وقف قدامه يا سيدي شريعة نبيع معاك، مرتي غارت عليا وتعدات على رزقي وشنو. قال جابوها كيفاش يا ابني؟ قالت له يا سيدي الرزق رزقي وهاك الراجل هذاك يكذب عليا. قال كتفوها قل الحق. قال تكذب عليا أي قل الحق. قال خير لك. قال تكذب عليا أضرب. قال هبطوها العصا كلات ما كلات قبل نهار العيد وحتى قرت بالحقيقة. والراجل رجع له رزقه الكل وقعدت هي مطلقة.